نابين محمد سعيد حسن نايف أشكا عشيرة سكامة تشتي أم فهم ذكر عصابات مخابرات دولية تخازن في تجربة من إدارة ذاتية نبكن أم أمة ديمقراطية أم عرب وأم كرد وأم مسيحي أم تمام في إدارينا وأم جوار ناس سمحين حتى نقطة خوين لا شيء من هاي أم جوار ناس سمحين وخوينا وقع شهيدنا تنبكن أو دقرهن وشند ورقة شند دولار في فتنة شيء بكنا كردي عربي وأم حضاري صلاة كرد وعرب أم بابلن وأم دفاعي في بلدي خدتكن برمطي خدتكن حق الاستعماري فرنسي بكرا حتى إسرائيل بكرا أم دائما بهاف تقولنا وين فتنكي شيء كنش بنا شند ورقة في مرتي برنا أم تجري قبلنا أم باي قواتي خوي عسكرينا أم باي إدارة خنا إدارة أمة ديمقراطية أم كافة مكونات في منطقي أم يتيد عايشين بسلام وبفتنة وأم قبولنا كتجري بفتنة أم عشائر أم نفي فتنة في دير الزور. لكن نحن باسمكم عشائر الجزيرة نوجه التحية إلى كل شعبنا في دير الزور الذي لم ينجر وراء الفتنة، بل سمعتم في وسائل التواصل الاجتماعي كلكم ورأيتم الفتاة الديرية قبل يومان من السعودية ماذا تقول. ولكن الأطماع الخارجية بالنسبة للأحداث الأخيرة اللي جرت مؤخرا في دير الزور هي فتنة نايمة أيقظها ناس مشبوهين خارجين عن القانون لضرب ما عملته أو ما سوته الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، حيث بسطت الأمن والأمان في كامل ربوع شمال الشرق في سوريا. نحن كنا نتضامن مع قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية، قوات قسد، ونحن لا نقبل المساس بأي شيء يمس كرامة الإدارة الذاتية. وما نتج عن اجتماعات دير الزور وعشائر دير الزور كلها باءت فشل، وأثبتوا إن الإدارة الذاتية هي الطريق الوحيد لخلق مجتمع حر ديمقراطي. نحن المكونات عايشين من آلاف السنين مع بعضنا البعض، لا في تفرقة بيننا ولا في حسد بيننا، وكلنا متعايشين في هذه الخيمة، وكنا ضد كل من يعادينا. مشروع ديمقراطي من كرد وسريان وعرب لا تفرقة بينهم، ونحن نؤمن بهذه القضية وبهذه العدالة. بالتحية الخزي والعار لمن عمل على الفتنة، والفتنة لن تحدث، قلتها سابقا وأقولها اليوم وأقولها غدا. الإدارة المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا في البداية شملت أنا الوجيه يوسف دنحو الياس الملقب بأبو سيمون، الممثل عن السريان في شمال وشرق سوريا. نحن كوجهاء وعشائر وشيوخ عشائر نحن درسنا الوضع والمؤامرات الذي تحاك ضد شمال وشرق سوريا وقوات قسد. نحن كوجهاء نلتف حول قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية، لردع الفتنة الذي تحاك من تركيا والنظام السوري ومن معهم من عملاء. نحن أدركنا هذه الفتنة صراحة، يعني نحن أدركنا ونحن حسبنا حساباتنا أنه يوجد مين بده يعني ينهي سوريا الديمقراطية أو الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، ونحن الحمد لله ملتفين على قواتنا سوريا الديمقراطية. ونقول لأنه قدمت قوات سوريا الديمقراطية قدمت الشهداء والجرحى من جميع المكونات، وجميع المكونات في قوات سوريا الديمقراطية هن أبنائنا سريانا عربا كردا، نحن معهم ولا ننسى دماءهم الطاهرة. في منطقة تربسبية حول الأوضاع الأخيرة في شمال وشرق سوريا وتحديدا في دير الزور.